مشينا. مصطفى بونيف يعلن اعتزاله اللعب دوليا واقليميا كما كتسمع. اللاعب المخضرم قال لك سيدي اعلن توقيف معاركي. السيد كان في المعارك وفي بن عمي بنت عمي سلام الله عليكم. مخ قيم شوي فاميليا كلشي مليح. فيفا ما تنساش جيم جادور بارطاج تعليق. حركوا شويه الالغوريثمات نتاع الفيسبوك لانه يحاصرني لاسباب لا زلت اجهلها. ايوا بزاف ديال الاخوان كيقولوا لي سعيد ما بقيناش كنشوفوا الفيديوهات نتاعك، ما بقاوش كيطلعوا لينا ويبانوا لينا الفيديوهات نتاعك. اذا الحركه الله يجازيكم بخير. عز مشينا. مصطفى بونيف يعلن اعتزاله اللعب دوليا واقليميا كما كتسمع. اللاعب المخضرم قال لك سيدي اعلن توقيف معاركي. السيد كان في المعارك وفي الحروب وكذا جنرال صافي. المهم قال لك سيدي يعلن اعتزاله. علاش؟ ما هي الاسباب؟ هو كاين جوج نتاع القراءات، وحده تحنت وحده. قبل ما نقول لكم شنو هما جوج الاسباب نقراو بعدا شنو كتب باش نديروا واحد القراءه لداك الشيء اللي قالوا. البارح مع الوحده الليله بن عمي كتبها مصطفى بونيف ما يلي: اعلن عن توقيف كل معاركي مع المخزن واعلامه وانسحاب نهائي واسال الله ان يصلح الاحوال. هي شوف هذيك الجمله الاخيره، داك الدعوه الاخيره اسال الله ان يصلح الاحوال، هذه يعني كتخفف شويه من الحده ديال التفاعل الطانز والساخر على هذا الانسحاب ديالو. وحتى انا من جهتي كنقول الله يصلح الاحوال، ولكن دعونا نقرا الامور في حيثياتها. ايوا السيد قال لك انسحاب النهائي، يعني يؤكد انه ما غاديش يرجع يتهجم علينا، لانه ماشي كيدير المعارك مع المخزن والاعلام ديال المخزن، لا هو كيتهجم، كيسب المغاربه، يسب المغربيات، يسب المغرب كامل، مؤسسات، شعبا، وطنا، دوله، كل شيء. هو كيجمع كل شيء. ايوا ماشي من داك الناس اللي مثلا كينتقد، ما كاينينش بعدا كاع للاسف الشديد. مازال ما طحنا في شي واحد يعني من جهه الجزائر ينتقد باحترام وكيعرف شنو ينتقد وكيعرف كيفاش ينتقد وما كيمسش بالمشتركات نتاع البلاد، ما كاينش للاسف الشديد. على كل حال دابا اما هي القراءات؟ كاين جوج احتمالات. الاحتمال الاول ابن عمي هو انه بعد ان يعني ارتكب اخطاء جسيمه في الفيديو ما قبل الاخير، هذاك اللي تكلم فيه على داك الشيء ديال الفلفل والحدود وتلمسان ومغنيه وجحطب، لانه اهان الدوله، اهان الجيش الجزائري، اهان المؤسسات العسكريه الجزائريه، اهان النظام الجزائري. وانا بينت لكم بالملموس كيفاش دار هذه الاهانه هذه في 4 نقاط و4 اتهامات خطيره جدا للدوله نتاعو. من موراه غيجي عاود غيخرج غادي يدير كارثه اخرى تجاه الامارات والحكام نتاع الامارات، يعني تهجم واتهامات غير مسبوقه. هاد الخطأين هادو الاحتمال كيقول بانه تم الاتصال به وقالوا له اضرب الطم واسكت ما تفضحناش ولا غادي نجيو نجمعوك، سير قابل الحوار ديالك وجيب داك الاعلام من هنا والاعلام من هنا ودير داك اللقاءات اللي كديروا تما غيتفرجوا فيكم واحد 150 الناس، 20 30 40 بارك عليكم. هذا احتمال مؤكد جدا، لان الفيديو الثاني اللي درت عاود فصلت فيه كيف تهجم على الحكام الامارات وعلى الدوله الاماراتيه، يعني كنقول بانه احتمال كبير يكون هذا هو السبب. ولكن اذا ما كانش هذا هو السبب فاكيد جدا ان السبب الثاني هو اللي كاين. اما هو السبب الثاني يا ابن عماي هو ان السي عبد المجيد البارح احتفل باليوم نتاع الفنان، اعتقد يوم وطني ماشي عالمي، المهم
يعني عرض على الفنانة والشخصيات الثقافية نتاع الجزائر، دار لهم واحد المأدوبة، احتفال كبير داك الشيء، يعني تبارك الله وصل على النبي السي عبد المجيد، يعني في هذه دارها زوينة، احتفى بالفنانين وبالمشاهير وداك الشيء ديال المثقفين وما إلى ذلك. ايوا السي مصطفى ما حضرش، مرة أخرى يغيب السي مصطفى بوليف، مرة أخرى لا تتم دعوته، مرة أخرى يعني أحس بالإهانة. بطبيعة الحال هو يعني في قرقرة نفسه كيقول أنا كندافع على البلاد وكندير المعارك ضد المخزن، كيفاش ما عيطوليش؟ كاع هاد الخدمات التي أقدمها للجزائر للنظام الجزائري وما عبرني حتى واحد، مصيبة يا صاحبي. إذن هكذا أحس بالغصة فاستفاق ليلا، يعني ما داش النعاس ومع الوحدة كتب داك التدوينة، لأنه ما تقدرش تفهم هاد الشيء إلا في هاد السياقين بجوج. وطبعا هذاك الإعلان ديال الانسحاب أو التوقيف نتاع ما يسميه المعارك هو ابتزاز، يعتقد أنه رجل مهم، يعني ملي غادي يدير هو داك المنشور غادي يعيط له الدائر اس وغتعيط له المخابرات والاجهزه ديال المراديه وغيعيط له السي عبد المجيد شخصيا وغيقول له ها العار السي مصطفى. لا صاحبي دابا انت يعني انت واحد الانسان كنتكلوا عليه وانت هو اللي يعني تخوض المعارك، دابا ها العار الا ما رجع ارجع صاحبي وكذا وشنو بغيتي كاع كيدير لي ابتزاز بالوطنيه صاحبي. واش لاحظتوا واش صاحبي دابا الدفاع على الجزائر انت كتسميه دفاع في اطار المعارك، انت سميتي المعارك، واش كيتم بهذا الابتزاز هذا؟ الا ما عيطوليش نغضب، الا ما داوهاش فيا نغضب، كيفاش اخي مصطفى الله يرحم والديك؟ دابا عطينا السبب، كلاهما مؤلم بالنسبه لك. الثاني هو انك كتبتي واحد التدوينه من بعد تنفي فيها انك غضبان من السي عبد المجيد لانه ما عرضش عليك المأدوبه. المشكله انها المره الثانيه، المره الاولى كان فيها الدجاج محمر والتليفون ايفون 14 برو ماكس. ايوا البارح حضروا شي وحدين، دومير مثلا، انت تفرج، دومير حاضر تما كيضحك هكذا ولم تسعه يعني الفرحه كما كيقولوا باللغه العربيه، وانت مسكين بقيتي شحال وانت كدير المعارك وشحال وانت ما داوهاش فيك مسكين. النظام الجزائري السي عبد المجيد شوف تهلاو فيه شويه الله يرحم والدي، تهلاو، عطيوه صاحبي، عطيوه السيد راه ما كتهمو لا جزائر لا دوله جزائريه لا والو، خصو غير ياكل الخبز ويتمطق هكذا. دبروا عليه بشي تليفون، دبروا عليه بشي طوموبيله، دبروا عليه بشي مصروف، شي اجره شهريه. السيد باغي ياكل الخبز صاحبي، بالله هو ما همو لا مغرب لا جزائر لا والو، السيد مسكين يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واقول في الاخير يلا رانا السبب مصطفى، اعطينا السبب، واش الامارات دخلوا ولا الجيش لانك اهمت الجيش الجزائري تدخل، ولا حيت ما عيطولك شي تاكل المرقه والدغميره نتاع الدجاج بالفلفل الاحمر المغربي؟ وعيطوا الاخرين وكانوا تما مؤثرين، كانوا تما شخصيات ثقافيه، وانت تبارك الله وصل على النبي زعما يعني تقدم نفسك مثقفا، المثقف المتخصص في السبان والمعيور والكلام النابي تجاه الاشقاء في الجوار. يا صاحبي راه الاشقاء في الجوار، هكا يفترض واحد الانسان مثقف ومخلق كيحيد عليه هذوك الناس اللي ما عاجبينوش بحال سعيده برنوس وهذوك الاخرين اللي كيناقموه والمخزن وكاع، وكيخليه يحترم المغاربه الاخرين، العلماء الفقهاء الدكاتره الاساتذه الاستاذات حافظات القران. غير مصطفى اصنطوح بن قنطوح. يلا الله يصلح الحوال اخير مصطفى، الله يصلح الحوال. سلامه باي 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 باي.